نسمع كده. السلام عليكم. أنا كنت متجوزة بقالي 35 سنة. وعشرتي دامت مع جوزي كانت عشرة طيبة، وكبرنا سوا وجبنا أحفاد، وكان سبب إن أنا أقدر إن أنا أهتم بيه وبأولادي. سبت الشغل وسبت حياتي واتفرغت ليه. بعد كل دوت لقيته إن هو في بنت صغيرة ضحكت عليه واتجوزته. فبعد ما هي اتجوزته طبعا البنت ضحكت عليه وأخدت كل فلوسه، وجايلي دلوقتي ندمان وعايز يرجع علاقتي معاه. بس أنا رافضة، وحاول إن هو معايا أكتر من مرة. بس أنا رفضته وحبيت إن أنا أكمل حياتي لوحدي. فأنا مش عارفة هل الموقف اللي أنا فيه دوت أو القرار اللي أنا أخدته دوت صح ولا غلط. انا ممكن اقول لك زي ما في التلفزيون الناس بتقول سامحيه وغلطان ورجع لك بقى محمود المليجي ندمان وبتاع، ده وارد يعني. بس هو ما فكرش لحظة ان انت لما تكبري هتعملي ايه بعد ما سابك. ما قدرش يقاوم غريزة من عيلة صغيرة، وبعد يعني ما قشطته وخدت فلوس وبقى على الحديدة، ومفيش فايدة انها تقعد معاه وغالبا مشيته، رجع لك. هو ايه ده ترجعي له ليه؟ ده راجل لا صان عشرة ولا صان عمر ولا اي حاجة، ولا له تلاتة لازمة. الراجل ده وقت اللي المفروض تحتاجوا بعض وتبقوا جنب بعض وتنهوا حياتكم جنب بعض، راح ورا عيلة صغيرة. والحمد لله ان ربنا وراه غلطه وسرقته. سيبيه يكمل بقى، سيبيه يكمل احساسه بالندم، وخليه يبقى عبرة لغيره. وانتي صدقيني كسبانة. عشرة ده مش هتديلك حاجة زيادة، بالعكس هتشيلي بقى تعبه عشان ايه؟ مستحقش. خليه كده. هو اختار، وانتي واحدة ست تقدري تملي وقتك بأي حاجة. احنا الستات ما بنغلبش، الرجالة قلة الحيلة. مفيش أي مشكلة، عندك ولادك يملوا حياتك، تقدري تقري، تقدري تعملي أي حاجة. إنما هو الحقيقة خسارة في وقتك. في رسالة بقى مكتوبة بتقول: أنا اسمي وليد، حبيت بنت واتجوزتها، وهي على ذمتي مرت بينا فترات كتير قوي فتور عاطفي، كانت نتيجتها إن هي اتعرفت على حد تاني، وهي برضو على ذمتي، وده جنني. رغم إن هي اللي اعترفت لي وطلبت مني أسامحها، إلا إني ما قدرتش أسامح، وهي بتترجاني عشان الولاد. أنا الحقيقة يا وليد أنا مش عارفة إيه مفهوم عرفت حد تاني وأبعاده، لكن اللي أنا عارفاه إن حضرتك بينك وبينها فترات فتور طويلة قوي، وما كانش بالنسبة لك أنت ده إشارة إنك محتاج تهتم بمراتك شوية. أنا ما بديش عذر للخيانة، بس أنا بلوم عليك. أنت ضغطت عليها جامد قوي في عيشتها. كمان واضح إنها ست كويسة، أنت معرفتش من بره. هي اللي جت تقولك، جت قالت لك وحكت لك وقالت لك أنا عاوزة أقعد عشان ولادي. لو هتغفر لها وهتذلها بلاها، لو هتغفر لها وترجع تندم إنك أنت قلت لها أنا مسامحك برضو بلاها. الحقيقة أنا شايفة إنه ممكن تغفر لها، لو شفت غير كده ما تغفرش، بس في نفس الوقت دايما صورتها تبقى كويسة قدام ولادها. معانا رسالة صوتية نسمع كده. أنا اسمي عصام، عايش في محافظة ريفية. مشكلتي إن مراتي اللي حبيتها بعد سنين جواز كتير وعندي منها 3 ولاد، اكتشفت في يوم إنها اتمسكت في بيت واحد، وإنها كانت على علاقة بيه. كانت الفضيحة بتتكلم عنها البلد كلها لدرجة إني شكيت إن ولادي مش ولادي.
ورحت عملت لهم تحليل DNA. هي اتسجنت وانا ما قدرتش اسامحها. المشكلة الأكبر إني معرفتش بعدها أتعامل مع أولادي، وبنتي الوحيدة عدت ال40 ومحدش تقدم لها لحد دلوقتي. محدش قادر يسامح اللي عملته مراتي ويناسبنا بعد اللي حصل. بس اللي أنا عايز أعرفه، إحنا ذنبنا إيه نعيش بخطيئة أمه؟ اولا هو مش وارد انك تسامح في ايه؟ هي ما تسامحش. هي الفكرة هنا اتعمل فينا ليه؟ دي حكمة كون احنا ما نقدرش نتكلم فيها. ده اختبار من ربنا وتجربة هو دخلنا فيها. موضوع ان بنتك ما اتجوزتش عشان خاطر سيرة والدتها، انا شوية مستغرباه، لان برضو والدتها اتسجنت، وده مش يعني اول مرة ام واحدة تتسجن. طبعا هي مسجونة في حاجة ليها علاقة بالشرف، وده اصعب كتير. هي المشكلة الاساسية في علاقتك انت بولادك. مالهم ولادك؟ انت عملت تحليل DNA وطلعوا ولادك. انت احساسك بيهم اللي اتغير، وده اللي خلى ولادك حاسين بعقدة النقص. وممكن يكون ده سبب عدم جواز بنتك، ان بنتك خايفة تتجوز. هي خايفة تتجوز لا تتعاير. فأنا شايفة انك انت ظلمت ولادك. امهم ظلمتهم طبعا، ده ما فيهوش شك يعني، ظلمت نفسها كمان. انت ظلمت ولادك. والموضوع مش انك تسامح مراتك، انت محتاج تسامح الدنيا زي ما بتقول. اتعمل فيا كده ليه؟ تجربة. الأنبياء نفسهم ربنا حطهم في تجربة وربنا حطك فيها انت وأولادك. ما يجراش حاجة، انت هتعدي التجربة دي وتقريبا عديتها. اللي جاي مش عارفين قد ايه، ممكن يكون أحلى بكتير قوي من اللي فات. ارضى، ارضى وسامح الدنيا، وقول الجملة اللي اتربينا عليها: أكيد يا رب ليك حكمة أنا مش عارفها دلوقتي. وإن شاء الله ربنا يسهل لك الحكمة دي باللي فيه الخير ليك. نطلع فاصل ونرجع لحضراتكم تاني، خليكم معايا. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، والمرة دي الرسائل كتير قوي، فأنا هحاول على قد ما أقدر أقول ما قل ودل. معانا رسالة صوتية، اتفضل أو اتفضلي. أنا سهى، اتجوزت حد من قرايبي وعشت معاه 5 سنين وخلفت منه. من فترة عرفت إن هو خني. أهلي قالولي عادي زي أي راجل، اعتبريها نزوة، ورجعوني ليه تاني. وبعد سنة اكتشفت رسايل بينه وبين واحدة تانية، وبدأ يغيب عن البيت ويكذب. ولما واجهته بالحقيقة راح قالي سامحيني عشان الولاد، وأنا مش قادرة أسامحه. أعمل إيه يا دكتور؟ ما تسامحيش. ما انت لما سامحتي أول مرة خانك تاني، ولو سامحتي تاني هيتجوز عليكي. ده لازم يتربى شوية. ما بقولكيش ان ده قرار نهائي انك تسامحيه، انك ما تسامحيش، بس دلوقتي ما تسامحيش. يترمي شوية كده، يتربى حبة. لكن اللي بيخون زي اللي ما بيخونش. وفي نقطة مهمة جدا الرجالة مش واخدة بالها: الستات ما بتطيقش الراجل لما بتعرف انه كان على علاقة بواحدة تانية. وانتي كمان فكري كده، فكري كده واقرفي نفسك منه عشان تقدري تاخدي موقف كده. يعني انشافي كده، تغفري ايه؟ ده خان وخان وهيخون. في رسالة مكتوبة: أنا محمود، أمي ماتت يوم ما خلفتني، وأبويا ما قدرش يربيني لوحده. دخلني مدرسة داخلية عشت فيها لوحدي، وكان كفاية طبعا إنه بيصرف عليا. كبرت بقيت دكتور بشري واشتغلت. ولما كبرت أبويا تعب، دخلته دار رعاية مسنين. كل الناس لموني إني رميت أبويا، ما أنا ما قدرتش أسامح إنه رماني لوحدي زمان. أنت خدتها انتقام. يعني أنت لما عملت كده أنت خدتها انتقام من والدك. أنا يمكن شايفاها غير كده شوية. أنا شايفاها إن والدك
ملوش عندك رصيد حب كفاية عشان تديله منه. هو رماك في مدرسة داخلي على حد قولك، وواضح إنه ما كانش بيسأل عليك. الحقيقة أنا مش لايماك ولا هقدر أقولك إنك ابن عاق، بس هقولك إنك لازم دايما تروح تزوره، وتأكد دايما إن المكان اللي هو فيه مكان محترم وكويس. ما ينفعش على فكرة إن احنا نرمي عيالنا ونستنى بعد ما بنرميهم ويتبهدلوا العمر كله إنهم كمان يجوا يشيلونا. لأ طبعا، أبوك يتحط في دار رعاية عادي ويحس بالذنب عادي، وهو اللي عمل كده في نفسه، وإحنا ما اتخلقناش أهل عشان نرمي عيالنا، لكن أنت أحسن منه.